10 دروس اتعلمتهم من الحياة بس متأخر شوية. أهلا بيكم وأهلا بكل ملكة جميلة وملكة في مملكتها. دايما بنقول إن العمر مجرد رقم، بس الحقيقة إن النضج الحقيقي بيجي من المواقف واللحظات اللي بنقف فيها مع نفسنا بجد. مؤخرا كده في دروس كتير استوقفتني وغيرت نظرتي لحاجات كنت شايفاها عادية. حبيت أشارككم العشر دروس دول، يمكن يلمسوا قلوبكم زي ما لمسوا قلبي. نبدأ بأول حاجة، هي الخصوصية. الخصوصية قوة مش خوف. اتعلمت إن أجمل لحظات حياتي هي اللي كنت محتفظة بيها لنفسي، وإن الغموض الجميل مش خبث ولا لؤم، ده بيحميني وبيحمي طاقتي وسلامي النفسي من أي دوشة حواليا. تاني حاجة هي ترتيب وترويق البيت. بجد صدقيني اللقطة دي كده والحتة دي بالذات يعني عملت معايا فرق كبير. هو بيبدأ الأول ترويق البيت عندك، بيبدأ من دماغك، بيبدأ من دماغنا. لما بتكوني هادية ومرتبة من جواكي بتلاقي ترتيب البيت أسهل بكتير، والعكس صحيح. لما بتكوني من دماغك مشتتة بتفكري في 100 حاجة، في كذا حاجة وراكي، هتلاقي الدنيا بقت هم وصعبة عليكي ومش هتهدي. انتي نفسك من جواكي عقلك مش هيكون هادي، انما العكس لو انتي كنتي هادية هتلاقي الحاجة كانت سهلة عليكي. تالت حاجة هي الصبر. الصبر مش معناه ان احنا نشيل الهم ولا نشيل فوق طاقتنا، بالعكس. في فيديو انا عملته عن الفرق بين الصبر والتحمل. في فرق كبير بين الصبر بحكمة، وبين اننا نضغط على اعصابنا بزيادة. احيانا التخلي عن بعض الحاجات اللي ملهاش قيمة بيكون هو قمة الشجاعة. رابع حاجة، الكيف اهم من الكم. في حاجات كتير كده وشوية حاجات أصيلة بس قليلة. حاولي تحافظي على الحاجات الأصيلة، زي حاجات في مطبخك، زي حاجات في غرفة نومك، في هدومك، في ملابسك مثلا. بتبقى أحسن كتير من زحمة الحاجات اللي ملهاش لازمة. حتى كمان الأشخاص والعلاقات، في علاقات كده ملهاش لازمة في حياتك، عاملة لك زحمة وعاملة لك دوشة على الفاضي، ممكن تتخلصي منها، ودي أفضل على فكرة. خامس حاجة هي كلمة لأ. كلمة لأ هي بتعبر عن حبك لنفسك ولذاتك، وبتحترمي نفسك وبتحترمي حدودها. هتعرفي تقولي لأ لأي حد مش مناسب ليكي من غير ما تحسي بالذنب. وأي وقت أيوة انت مش متاحة، أي وقت أنا مش متاحة فيه، مش شرط إن أنا أكون متاحة لكل اللي حواليا في أي وقت. وقت ما يقولوا ألو أنت موجودة أنا جاية حالا، فلا، ما ينفعش. فاللي هو لازم تكون ليكي كلمة، يكون لك رأي في أي حاجة. ممكن تقولي لا أنا مش فاضية دلوقتي، لا مش هرد على التليفون ده، حتى ما بينك وبين نفسك من غير إحراج. سادس حاجة هي البدايات الجديدة. دايما البدايات الجديدة وأكيد ملهاش وقت، ملهاش ميعاد، ملهاش سن. ممكن نقول لنفسنا بقالنا كتير واقفين، المهم ان احنا دايما عندنا فرصة نبدأ من تاني وبروح اهدى وبوعي. سابع حاجة وهي راحة بالك. راحة بالك أهم كتير من إثبات وجهة نظرك. مش لازم ومش ضروري إن الكل يفهمك، المهم إنك تكوني متصالحة وراضية عن اللي بتعمليه. تامن حاجة وهو الاستثمار. الاستثمار هو يعني حاجة مش كل الناس بتقدر تعملها، ولكن هي حاجة مهمة جدا. أنا جربتها مع نفسي. الاستثمار في نفسك هو ده اللي بيفضل. اتعلمي قراءة، حاجة معينة كنت بتحبيها ارجعي لها تاني. اتعلمي مثلا كروشيه، شغل البانشيني دي، المكرمية، اي حاجة من الحاجات الحرف اليدوية. لو انت في عندك حاجة قديمة انت كنت بتحبيها، مثلا حرفة او هواية قديمة، ممكن ترجعي. انا مؤخرا رجعت لهواية الكروشيه. انا ما كنتش بقالي سنين متوقفة عنه، رجعت له واتعلمت حاجة جديدة كمان. يعني اتعلمت مع شغل البانشيني دي، ده جديد عليا بعد سن ال40. يعني والله صدقوني بجد، في حاجات كده فعلا فرقت معايا وفرقت في حياتي وفي شخصيتي. حتى ولو ساعة في اليوم، مجرد بس ساعة استرخاء تقعدي تقري فيها كده، حتى لو مش هتقري في كتب وتشتري كتب، جوجل مليان، وتقدري تاخدي أي مجال تحبي انت تقري فيه. كل ده هو اللي بيبنيكي من جديد. تاسع حاجة هو اللي في ايديكي. بصي للي في ايديكي بس. الامتنان والرضا هم دول المغناطيس اللي بيجذب البركة والخير لحياتنا. بصي للي في ايديكي، ما تبصيش للي في ايد حد. وعلى قد ما تقدري ما تقارنيش نفسك بحد تاني، او بواحده صاحبتك، او بواحده زميلتك في الشغل. ما تقارنيش نفسك بيها، ولا تقارني رزقك برزقها، ولا اولادك باولادها. عاشر حاجه وهي اخر حاجه،
انت الأولوية عشان تقدري تدي حب وطاقة لبيتك وللي حواليكي ولأهلك. لازم تكوني خزان لطاقة، يعني تكوني انت خزنتي طاقتك. لازم الخزان ده يكون مليان الأول. ودلوقتي بقى يا حبيبة قلبي انت وهي، قولوا لي بقى ايه اكتر درس فيهم حسيتيه انه لمسكم، او ايه الدرس اللي اتعلمتوه مؤخرا وغير فيكم حاجة. مستنية اسمع منكم في التعليقات ارائكم في الفيديو، واسمع منكم الحاجة اللي لمست قلبك في الفيديو اللي انا قلته النهاردة. يا ريت ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من اي بودكاست انا بنزله. ويا ريت تشارك البودكاست ده مع اي واحده من صحباتك اللي نفسها تسمع كلام زي ده النهارده. ويا ريت ما تنسوش معادي كمان، بنزل بودكاست كل سبت وتلات وخميس الساعه 6. ما تروحيش في اي حته. سلام عليكم.